أهلا بيكم. النهاردة قصة مختلفة. أوضة 306 في مستشفى القناطر. قبل ما نبدأ، لو بتحب القصص الحقيقية اللي حصلت في مصر والحكايات اللي بتبتدي عادي وتنتهي بكابوس، اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان القصة دي بجد تقيلة ومش لأي حد. في مستشفيات كتير في مصر، في أوض بتتقفل من غير سبب ومحدش بيحب يقرب منها ولا يتكلم عنها، بس أوضة 306 في مستشفى القناطر كان ليها حكاية مختلفة خالص. سنة 2004 ممرضة جديدة اشتغلت في المستشفى. كل حاجة كانت طبيعية لحد ما ابتدت نوبات الليل. كل مرة تعدي من قدام أوضة 306 كانت بتسمع صوت جرس الاستدعاء شغال، وكأن في حد جوه بيطلبها. بس لما تدخل تلاقي الأوضة فاضية. في ليلة الجرس فضل يرن أكتر من 5 دقايق. دخلت وهي متوترة ولسه تطفي الجرس، سمعت صوت واطي بيقول: أنا هنا، ما تسيبينيش. الممرضة خرجت تجري وتصرخ. نفس الليلة طلبت تبديل النوبة. ايه هو السر اللي محدش قاله؟ بعدها دكتور قديم في المستشفى قرر يحكي، وقال إن أوضة 306 كانت محجوزة زمان لطفل اتوفى بعد عملية بسيطة بسبب إهمال من التمريض والدكاترة. الغريب الطفل مات وهو بيدوس على جرس الاستدعاء ومحدش لحقه. مش ممرضة واحدة، أكتر من 3 شافوا نفس الحاجة. جرس بيرن لوحده، صوت طفل، ونور الأوضة بيشتغل وبيفصل. وفي مرة واحدة عامل نظافة دخل وطلع بعدها وهو بيعيط وقال: السرير كان عليه حد، بس في نفس الوقت مفيش جسم. الإدارة قررت تقفل أوضة 306، بس لحد النهاردة في نوبات الليل الناس بتسمع جرس من ورا باب مقفول، ومحدش بيستجرى يدخل يشوف الصوت جاي منين. هل اللي بيحصل ده روح طفل ولا مجرد أوهام بسبب شغل الليل في المستشفى؟ ولو انت كنت مكانه كنت هتدخل الأوضة ولا هتخاف؟ لو عجبتك القصة اعمل لايك واشتراك، ومتنساش تكتب لنا رأيك في الكومنتات.